الأصدقاء الأعزاء، الصديقات العزيزات في كل مكان، مرحبا. مشاكل سوريا على زمن النظام السابق، نظام بشار الأسد، كانت لا تعد ولا تحصى، لكن على زمن النظام الحالي، نظام أبو محمد الجولاني الرئيس السوري المؤقت، هذه المشاكل تضاعفت، تفاقمت، تجاوزت مشكلة الاستبداد وانعدام الحريات وانعدام العدالة والشفافية ونظام الحكم الواحد ونظام العائلة الواحدة. هذه المشاكل التي عشناها أضيف إليها مشاكل أخرى وليدة نتيجة السنوات ال15 أو ال14 التي عاشتها سوريا، التي يسميها البعض المقتلة السورية، الأزمة السورية، الزلزلة السورية كما يسميها الروائي السوري نبيل سليمان، الثورة، انتفاضة. هنالك تسميات أخرى متعددة لهذه التراجيديا التي عشناها وعاشها السوريون، وعاشتها سوريا حتى هذه اللحظة. قبل الخوض في موضوع هذا الفيديو، اسمحوا لي أن أذكركم بحادثة هي أيضا يعني حادثة اجتماعية سياسية إنسانية شهدتها فرنسا إبان الاحتلال والغزو النازي لها. معروف أن فرنسا استسلمت يعني بدون مقاومة، باريس والمدن الفرنسية استسلمت، وقسم من فرنسا والحكومة الفرنسية تعاونت مع الحكم النازي والاحتلال النازي، حكومة فيشي معروفة يعني. وهم بعد استسلام الباريسيين والفرنسيين للاحتلال النازي بهدف حماية المدينة وعدم تدميرها، ماذا فعل النازيون؟ الجنود النازيين طبعا كانت حملات ممنهجة، يعني مش هكذا، يعني لأنه وفق العقيدة النازية كان تقريبا ممنوع على الجندي النازي أن يمارس الجنس مع نساء الدول المحتلة أو الدول التي يحتلها الجيش النازي. لكن في فرنسا حدثت حملات اغتصاب واسعة النطاق للنساء الفرنسيات في باريس وفي خارج باريس. هذه الحملات وفق الإحصائيات أنتجت نحو 200 ألف طفل وطفلة مجهولي النسب. هذه الظاهرة جرى الكشف عنها بعد مرور عقود من انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 1945. الاحتلال النازي انتهى في فرنسا في أغسطس 44، والحرب انتهت في 45 بسقوط نظام هتلر. هذه الظاهرة تناولتها تقارير، بحوث، دراسات، أفلام وثائقية في مطلع التسعينات. طبيعي أنه هذه الظاهرة لها ما يماثلها في البلدان الأخرى التي احتلها الألمان، في بلجيكا وهولندا، ربما بأعداد أقل أو أكثر بحكم المساحة وحجم، قياسا بحجم السكان. لكن كانت ظاهرة ألقت بظلالها على الحكومات الفرنسية وعلى المجتمع الفرنسي وتعامل المجتمع الفرنسي. قليلة جدا جدا من النسوة الفرنسيات أقمن علاقات مع الجنود الألمان، لكن الغالب العام، 200 ألف طفل وطفلة المولودين في الفترة ما بين 1944 بدء الاحتلال النازي منتصف صيف أو بدايات صيف 1940 ولغاية أغسطس 1944
ال200,000 طفل هؤلاء كانوا مجهولي النسب. هذا ما جرى في فرنسا من الاحتلال النازي من الأجانب الذين غزوا وأتوا وبقوا على الأراضي الفرنسية فقط 4 أعوام. في برنامج حواري ومقابلة تلفزيونية على قناة العربية، عندما أثارت الإعلامية التونسية بقمرة ملف المقاتلين الأجانب، أحد رموز النظام السابق وداعمي النظام الحالي وزير الثقافة الأسبق رياض نعسان آغا حاول التقليل أو حاول النفي، فيما بعد حاول التقليل والتشكيك في أعداد المقاتلين الأجانب الموجودين على الأراضي السورية، لكن المذيعة أحرجته وأربكته بأن ذكرت له أرقاما تقريبية، يعني اعتمادا على مصادر أجنبية، أعداد تقريبية للمقاتلين الأجانب الموجودين حاليا في سوريا. الإعلامي المتطرف والجهادي السلفي القاعدي ومستشار الرئيس السوري الانتقالي المؤقت أحمد الشرع، هذا المستشار موفق زيدان على قناة البي بي سي عربية، وأيضا يعني نفى وجود مقاتلين أجانب وقال أنه صاروا سوريين، يعاملون معاملة المواطن السوري، وهؤلاء أتوا مضحين وجهاديين وفدائيين لأجل مصلحة الشعب السوري. طبعا هم أتوا من أجل دولة الخلافة، من أجل عقيدة جهادية سلفية، وليس من أجل السوريين ودولة المواطنة والجمهورية والديمقراطية وكل هذه القصص. أتوا يسقطوا نظام بشار الأسد لأنه نظام يعني وفق تقديرهم علوي طائفي، والعلويون مكفرين يعني طبقا لفقه وعقيدة السلفية الجهادية. هذا موفق زيدان حاول أيضا يعني التقليل من أرقامهم ونفى وجودهم، أنه هؤلاء صاروا سوريين ما عادوا أجانب. ويعني أين من سيستقبلهم إذا ما استقبلناهم؟ يعني ما في حدا يستقبلهم، فنحن ملزمين ومجبرين به. في المفاوضات والعلاقات ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والغرب والنظام الحالي، نظام رئيس سوريا المؤقت، ملف المقاتلين الأجانب، مصير هؤلاء المقاتلين موجود دائما على الطاولة، والنظام السوري الحالي لا يستطيع التصادم معهم. ربما يصار إلى تسوية أمور على مراحل. هكذا يتعامل النظام الحالي، يعد الغرب والأوروبيين أنه ملف المقاتلين الأجانب سيصار إلى تسويته بطريقة لا يهدد أمن واستقرار أمريكا والبلدان المعنية أو الأوروبيين. يعني اطمئنوا، يحاول هذا النظام، نظام الجولاني، طمأنة الأمريكيين والأوروبيين والناتو أنه والتحالف الدولي المناهض لداعش، هؤلاء المقاتلين الأجانب تحت السيطرة، لكن تحت السيطرة الأوروبيين في منأى عنهم، الأمريكيين في منأى عنهم. من الذين يتضررون من وجود هؤلاء المقاتلين الأجانب؟ ليس بوصفهم ناس عاديين، بشر عاديين يعيشون يعني عيشة عادية في سوريا، بل بوصفهم مسؤولين وقياديين في سلك الأمن والجيش ومؤسسات الدولة، هكذا فجأة يعني. فالمشكلة العويصة والمعضلة الرئيسية العويصة يعيشها السوريون جراء وجود هؤلاء المقاتلين الأجانب. ما الذي يعني جعلني أتناول هذا الموضوع وأجري هذه المقاربات ما بين الحال السورية وواقع فرنسا قبل يعني
عشرات السنوات، قبل عقود يعني، هو هذا الفيديو. ما عدا الأبناء السوريين، في عنا أبناء المسلحين الأجانب 25 ألف مجهول النسب بحلب. هذا أبوه أبو محمد الشيشاني وأبو حسن البغدادي وصالح السوداني والمصري والليبي والشيشاني والأفغاني والباكستاني، هدول كلهم أبهاتهم اجوا وتزوجوا قصر حلبيات وأنجبوا منهم أولاد. ولما إذا مشكلتنا كسوريين وسوريات لم تعد محصورة بهؤلاء الإرهابيين القتلة المأجورين والتكفيريين، لا، بل بما خلفوه من يعني اللقطاء وأطفال زنا وأطفال سفاح وولادات غير شرعية وولادات مجهولة مواليد مجهولي النسب. يعني هذه مشكلة عويصة، وسوريا ستدفع ليس فقط ضريبة وجود الإرهابيين والمقاتلين الأجانب، بل ضريبة آه، أولادهم أيضا. يعني ومعروف أن سوريا يعني في هذه السنوات العشر كانت مكب لكل النفايات التكفيرية والإرهابية. عشرات الألوف من المقاتلين أتوا، منهم من قتل، منهم من هرب، منهم من أسر، منهم من استسلم، ومنهم من هم حاليا موجودين في السلطة الانتقالية المؤقتة التي يخشى أن تصبح آبدة. إذا هذه السلطة أصبحت آبدة، فإن المقاتلين الأجانب الذين قتلوا وفظعوا واغتصبوا النساء السوريات سيصبحون قادة آبدين لسوريا والسوريين. يعني التحوط لهذه المشكلة وإثارتها ليس ربما البعض يعني من السذج والبسطاء يعني يفسرون الأمر على أنه خطاب كراهية وضد العرب وضد المسلمين وضد الدولة، من هالكلام السخيف والتافه. لا، الموضوع خطير جدا، يعني خطير للغاية، لا يمكن حله بتحريجات وتخريجات موسى العمر وآخرين من أزلام وأبواق هذه السلطة. على سيرة مجهولي النسب، سؤال أخير يعني في ختام هذا الموضوع أطرحه على الذين يلتمسون الأعذار لهذا النظام بطريقة أو بأخرى على حد قول حمزة مصطفى. شو أخبار زوجات فخامة الرئيس الانتقالي المؤقت؟ معروف أنه يعني هنالك ضراير للطيفة الدروبي. شو أخبار الضراير؟ يعني هي مش ضرة واحدة، كمان يعني ضراير. يا السوريين والسوريات شغوفين بمعرفة أخبار يعني في سوريا وحدها، أنه مش السيدة الأولى، لا، في السيدة الأولى رقم 1، السيدة الأولى رقم 2، السيدة الأولى رقم 3، زوجات أبو محمد الجولاني أحمد الشرح حاليا. يعني شو أخبارهم؟ شو أخبار أولادهم؟ بدنا نكحل عيوننا برؤية آه، ذرية فخامة رئيسنا المفدى وزوجاته، مثل ما عم نشوف ونكحل عيوننا ونكحل أذانينا بسماع صوت وخطابات ونشاطات السيدة الأولى لطيفة الدروبي، الله يستر عليها. يعني مع كامل التحية والتقدير لكل النساء السوريات، منهم يعني السيدة لطيفة الدروبي. بدنا نعرف يعني، وهذا حق السيدة دروبي وحق السوريين أنه يعرفوا الزوجات الأخريات للرئيس الانتقالي المؤقت أحمد الشرع. يعني مش بس يعني هو يعني قياديي جبهة النصرة
السابقين، وزير الدفاع، وزير الداخلية، وكل أكيد لهم يعني مجموعة من الزيجات والعوائل والذرية الصالحة المنتشرة على الأراضي السورية. من حق السوريين التعرف على هؤلاء. عدا عن ذلك ملك اليمين. يعني أليس من حق السوريين أن يعرفوا عدد ما ملكت أيمان الرئيس السوري أبو محمد الجولاني؟ من حقهم أن يعرفوا ويتعظوا من هذه السيرة العطرة الحسنة، يعني لفخامة رئيسهم الانتقالي أحمد الشرع. إذا مشكلة السوريين ليست فقط في المقاتلين الأجانب، بل مفرزات واشتقاقات هذه المشكلة وتجاوزها إلى مشاكل أخرى، ومشكلة مجهولي النسب، أطفال هؤلاء المقاتلين الأجانب الذين ابتلت سوريا بهم وبأطفالهم حاليا ولاحقا. أكتفي بذلك، دمتم بألف خير.